إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. محبي قصص العشرية السوداء، أهلا وسهلا بكم. وكما العادة دائما مع قصص العشرية السوداء. وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله، واللي راه يشاهد قناتي لأول مرة يدير اشتراك وجام والضغط على زر الجرس، وهكذا يوصلكم كل جديد. اليوم عندي لكم حكاية من حكايات أبطال الجزائر اللي خلدهم التاريخ والناس كامل شاهدة على بطولاتهم في الميدان. بعثها لنا عمي أحمد كيتمان بلاصة كالم، ونبداو على بركة الله. اليوم جينا نحكيو على أساطير القوات الخاصة الجزائرية، واللي هو معروف بلقب سنبل من ولاية طرف، بالضبط من أم طبول المدينة الحدودية مع تونس. والثاني معروف برومبو من ولاية لمسان، وبالضبط من عدوية مدينة حدودية مع المروك. الأول اسمه الحقيقي فوزي سالمي، كان عارف أول، والثاني اسمه مداني بومدين، وفي زوج كانوا من القوات الخاصة. سنبل والمداني كانوا أصحاب أنتيم بالقوات الخاصة، اللي معظم الجزائريين على بالهم باللي مركز تدريب تاعهم في بسكرة وفي بوغار. سنبل تدرب في بوغار وخرج. من الصدف هذو في زوج كانوا في نفس الفوج، واللي كان الفوج الأول يظلي ساعقة. سنبل اللي مولود في سنة 1972 بأم طبول في عائلة محافظة كما معظم العائلات الجزائرية، عائلة تاع زواولة قدهم قد رواحهم. المهم في سنة 1992 سنبل دخل القوات الخاصة وبدأ التدريب، وبدأت تدخل في فرقة المظليين بحكم أنه كان من أفضل الفوج تاعو. دخلوه في الفوج الأول مظلي ساعقة بريمير تاع بيسي. كما على بالكم القوات الخاصة اللي بارا كما يقولوها خدمتهم كامل في التيران، بين في خدمتهم الغابات والويدان. هو جاتو ميطاسيون لا ريجيون تاع جبل البابور ما بين سطيف وجيجل، 5 ريجيون اللي تابعة لقسنطينة. البلاصة تاع الجبال البابور في ذاك الوقت تاع العشرية كانت معقل هذوك اللي ما يتسموش. بعد ما تميت سنبل بعثوه بيرميسيون للدار تاعهم، وهذه كامل على بالنا بها. اي عسكري يكمل ستاج تاعو يبعثوه بيرميسيون للدار، ومور اللي يكمل بيرميسيون تاعو يروح طول الكازيرنا اللي باعثينه ليها. المهم راح سنبل لدارهم في ام طبول يكمل البيرميسيون تاعو، وكي عاد راجع للكازيرنا روح في طاكسي نومرو. وهما في الطريق قبل ما يوصلوا لنواحي جبل الوحش هذه جايه في قسنطينه، حبس الشيفور تاع الطاكسي وراح يجيب قهوه من هذوك الدواوير تاع الطريق. وثم الجماعه تاع الدوار خبروه باللي كاين فو باراج في الطريق. هيا كي عاود رجع للطاكسي خبر الجماعه، قال لهم فوالا وراني سمعت في الدوار باللي راه كاين فو باراج قدامنا، بصح قال لهم ما شكيتش يحبسونا. المهم قال لهم نتوكلوا على ربي ونمشوا. هيا نطق سنبل وقال له وانا ننزل ما نكملش معاكم. خاف على روحه، مع باين في لاطاي تاعو مع اللي مرازي اللحيه يسمى معروف كما يقول لك وجه الخروف معروف، كان عارف غير يشوفوه يعرفوه. وبسبة هذه اللقطة اللي صارت له هو مع روحه قرر ما نزيدش، خلاص نرجع للدار. قرر قال لك نبقى ديما في الكازيرنا حتى تخلص الحكاية هذه. قال لك ما نعرضش روحي للخطر، الدعوة راهي ما يستعجب. سنبل هذاك بين كما يقولوا حنايا بروفيسيونيل في المواجهات المباشرة كما يقولوا فاس، باسكو باه تفهموا حاجة برك. الكور تاع لي بارا هذا علاه صعيب، هما كي يخدموا الخدمة تاعهم كما يقولوها في الجبل، وتوصل معلومة باللي كاين جماعة في الجبل ولا كاين دو جروب. كاين جروب تاع المشات، سما الجروب تاع المشات مع لي بارا يديروا راتيساج. الجروب تاع المشات يدير عملية إحاطة في البلاصة اللي رايحين يراتيسيوها، واللي يدير راتيساج يدخل داخل في وسط الغابة. هما جماعة لي بارا يدخلوا لداخل ويخرجوا فاس مع هذوك اللي ما يسموش. وسنبل من الجماعة كما يقولوا لي بينوا قدرة كبيرة باه يقابل هذوك. يعني كان من الناس مميزين، عنده فطنة هذيك يحس بهم وين راهم، كي شغل يشم هذوك اللي ما يسموش. وكل واحد عنده الدوغري تاع الخوف تاعو. كاين اللي يكون في كروشاج كما يقولوا البلوطي الطاير، كاين اللي يكون خايف باسكو علاه باسكو الموت راهي جايه. سنبل هذا يحكوا عليه قال لك يكون هو في حالته الطبيعيه كي يكون فاس كي يكون اكروشاج، يكون سنبل في حالته الطبيعيه
وكما حكاو عليه صحابو اللي كانوا معاه، قال لك كي ما يلقاش اسمه في لا ليست في اللي خارجين امبيسكات، باسكو علاه كاين نظام يمشوا عليه في الكازيرنا. قال بار اكزومبل غدوه خارج فلان وفلان وفلان، قال لك سنبل لو كان ما يلقاش اسمه في لا ليست يدير حاله، قال لك ينوضها كحله مع الجماعه اللي يديروا لا ليست. وباسكو كان هو ثاني افاميست، الناس اللي تعرفها عروسة الميدان، يتسمى كما يقولوا كان قادر على شقاه، يتسمى محبه، هو حاب الشي هذا. قال لك انا ما دخلش على جال الشهريه ولا، يعني دخلت في الشي هذا يعني محبه منه. وعلى هذا الشيء اصحابه سموه سنبل، سموه سنبل. تسمى قال لك كي يكون في حاله اكروشاج يعني يكون وكانه في حاله الراحه تاعك. المهم هذوك اللي ما يتسماوش عرفوه وعرفوا اصله من فصله، وباه ينتقموا منه قال لك راحوا قتلوا افراد من العائله تاعو. ما عرفناش شكون، مي قال لك باللي كاين افراد من العائله تاعو قتلوهم بسبه سنبل هذا. وبسبه الحكايه هذه تاع قتلوا له افراد من العائله تاعو، رجع هو واش يدير كي يحكم جماعه من هذوك الخنازير كما نقولوا حنايا، يحكمهم يقتلهم ويحكم البايونات تاعو، يقصلهم وذنيهم، يفارني هذوك الوذنين ويخليهم ينشفوا، يقعرها يعني يثقبها ويرفدها معه. وكي شغل هذا كان نوع من انواع الانتقام من هذوك الخنازير. المهم سنبل كمل العمل العسكري تاعو في الغابات في الشمال تاع جبال السطيف حتى الجيجل، وهذه كما يقولوها في مدة 4 سنين. ورجع معروف مام في المنطقة كما يقولوها، في البلايص هذوك كلها معروف فيهم. وكما يقول سي أحمد كان عمي رابح البرق وهو عقيد سابق، وكان العريف سنبل والراقب المدني تحت إشرافه. تسمى كان هذا العاقد السابق رابح البرق كان هو كما يقولوا الشاف على سيرجن شاف مدني وعلى العريف سنبل. يحكي قال لك خطرة في عملية من العمليات اللي خرج فيها هو بنفسه، خرج فيها باس. قال لك كلموا اللواء بوغابة، قال له كاين مجموعة تاع أمراء لازم تقضيوا عليها، وكانوا هذا الأمراء في جبل بوطالب، والعملية هذه قال لك صارت في ليلة العيد الكبير. وين هذوك اللي ما يتسماوش داروا لهم امبيسكات في الطريق في الجبل هذا تاع بوطالب، داروا لهم امبيسكات. قال لك كان هذا العاقد رابح ومعاه سنبل كانوا في الصف الأول. قال لك كي يبدا لومبيسكات والرصاص، قال لك العسكري الوحيد اللي يروح من جهة هذوك اللي ما يسماوش هو سنبل. قال لك بسبة الحكاية هذه، بسبة اللقطة اللي دارها سنبل، قال لك حققوا نتائج لا باس بها، على خاطر كيما يحكي هو. قال لك هذوك اللي ما يتسماوش ما كانوش يتوقعوا ردة الفعل هذه. قال لك اي انسان طبيعي كي يطيح في ضربة تاع امبيسكات في الاول يحوس وين يتخبى، غير سنبل اللي كان يحوس على المصدر تاع الرصاص، يعني يحب يصدم عندهم، يحب يروح عندهم. قال لك راح ليهم، وهذا الشيء خلى هذوك اللي ما يتسماوش يتوسوسوا. وكما حكى ثاني على الاستشهاد تاع سنبل، قال لك عمي رابح البرق قال لك لازم معلومات على امير من الامراء، قال لك راح يتنقل جهة جبال بابور، وبالتحديد قال لك في منطقة يسموها حربيل، باه الناس برك تعرف وما تخلطش. كاينة حربيل في سطيف، وكاينة حربيل ثاني وحدة أخرى في المديات، تسمى كاين 2 حربيل في الجزائر ماشي غير واحدة. بصح المنطقة اللي نهضروا عليها دروك راهي في سطيف، واللي تابعة إداريا لدائرة قمدات، هذه غير باه الناس برك ما تخلطش. المهم قال لك داروا لا سيكسيون تاعهم وخرج معاهم الشاف تاعو وداروا جروب. والعاقد هذا رابح البرق قال لك قعدت انا في الكازيرنا في الوحدة القتالية يتبع في العمليات، وكما يقول قال لك توجهوا خرجوا للجبل باه يقطعوا لهم الطريق. ايوه، وقال لك كي وصلوا لواحد البلاصة سموها كاف النحل، وهذه جاية ما بين قرات والشلخة. قال لك جات المجموعة هذيك فايتين وقضاوا عليها، قضاوا على المجموعة كامل. قال لك الحاجة اللي ماشي مليحة وصلت، قال لك سنبل كي قضى الأمير هذاك يتسمى هو دار في باله باللي صاي قتلو مات، هي راح يديروا الكلاش تاعو. مي الأمير هذاك غدروا تيرا عليه رصاصة، وكي تيرا عليه رصاصة قال لك عيطوا العمي رابح هذا،
العقيد عيطوا له في البوست، قالوا له فوالا سنبل راه تبليسه. هو واش دار؟ طلب الكوبتر باه تروح البلاصه اللي راهم فيها بالتحديد. كي توصل الساعه قال لك ما كاش 3 دقائق عاودوا عيطوا له قالوا له الله اكبر سنبل راه استشهد، الله يرحمه والله يرحم الشهداء. المهم واش نحكي، قال لك الكازيرنه هذيك كامل جنازه وكآبة فيها على خاطر استشهد واحد منهم، يعني استشهد واحد من افضل الرجال في الكازيرنه في هذيك الفتره. وكي نوليو المدني، مدني بومدين اللي كما قلت لكم يعيطوا له رومبو الجزائر، واللي كان هو ثاني الصديق الوفي تاع سنبل، واللي كان يقدم له في الضربه هذيك الاسعافات الاوليه. ثم هو اللي كان واقف معاه كي قاسوا هذاك الامير بالرصاصه، بصح الله غالب استشهد. مات بين يدين هذا مدني بومدين، مات في 22 اوت 1996. وكما قاعدين يحكيو قال لك هذا ثم هذاك بومدين نحلف قسم باللي ما يخليش ساحة الميدان حتى يلحق صاحبه ويستشهد، ولا تكمل هذيك المأساة اللي كانت عايشتها البلاد. وكي نولوا المدني ولا رومبو كما مسمينه، هو ثاني نفس الحكاية، نفس الحياة العسكرية اللي عاشها سنبل عاشها مدني، على خاطرش ما ننساوش باللي كانوا صحاب ولا أكثر. وشوف كيف هذو زوج صحاب، واحد من أقصى الشرق تاع البلاد وواحد من أقصى الغرب تاع البلاد، في زوج تلاقاو في جبل البابور ورجعوا صحاب وخاوة وداروا مع بعضهم لي زومبيسكاد وخلي تسمى كيما نقولوا نهار اللي استشهد سنبل المدني كان معاه في الحكاية هذيك. قال لك من بعد المدني رجع يحوس على الموس كيما نقولوا احنا في واحد العمليات. وكيما يحكيو قال لك مجموعة من المجموعات هذوك اللي ما يتسماوش كانوا في دار تاع قرمود، وهما قبل ما يديروا اقتحام على مجموعة يديروا حسابهم من هي باه يعرفوهم شحال يحسبوهم. قال لك المدني في الدقيقة هذيك ما صبرش، رمى عليهم قال لك لي غروناد ورمى روحه من الفوق. والدار تاع القمرود هذه كانت من تحت والله كريطة من الفوق، كما يقولوا كاف جاي فوقها، جاي فوق الدار هذيك اللي كانوا فيها. قال لك صوت عليهم المدني من الفوق، نقز على القمرود وهبط عندهم. قال لك قاس عليهم لي غروناد وصدم عليهم وجبد واحد من الامراء هذوك وكركر به الارض. خرجوا من الدار هذيك مكركر، قال لك دار فيه الويل تاع الغل هذيك. المهم كي نهضروا على الاستشهاد تاع مدني بومدين، كانت في يوم النصر تاع البلاد في 17 مارس 1997. والسبة تاعو انه كانت عملية ثاني، كانوا امراء متخبيين في كازما في جوايه هذوك تاع جبل البابور. كانت تما الحالة مخلطة بزاف، وكانت تما مخلطة باسكو كانوا زوج جيوش تاع هذوك اللي ما يتسماوش. كانوا كاينين جماعة تاع تاكسانا وجماعة آلجي من هيه ثاني، ويتلاقاو في زوج الثم. المهم كما قلت لكم كانوا كاينين 3 أمراء متخبيين في كازما تحت الأرض، وغدروه بطلقة واستشهد تم في الميدان ولحق صاحبه. استشهد في 19 مارس 1997 واللي هو عيد النصر. شوف سبحان الله، صاحبه استشهد في 1996 في أوت، وهو استشهد في 1997 في شهر مارس، بيناتهم غير 8 شهور هذاك مكان. المهم هذه هي قصة الصديقين نتاع القوات الخاصة، والله يرحمهم وإن شاء الله يكونوا من أهل الجنة، والله يرحم جميع الشهداء. ونقولوا الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي رانا فيه في الوقت هذا. وفي الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.